عليكم، كيف حالكم؟ مرحبا هل عبد السيد. عبد السيد. ايش هذا؟ غايبين عنكم فترة طويلة، لكن انتم عارفين مشاغل الحياة. يا نني يا نني. واليوم معنا ضيف جديد بالقناة، نبغى الترحيب فيه كلكم. طبعا معنا رغد الجميلة، واليوم راح نسوي لكم ايش راح نسوي لكم؟ بيتزا. راح نسوي اليوم بيتزا يعني بالاغراض الموجودة في البيت. عندنا مربعات دجاج مكعبات او قطعناها. عندنا خميرة. قولوا ايش عندنا؟ عندنا سكر، وعندنا هذا كيف حلا كيف حاطين سكر وانتي سكر؟ وفي وصحن. طيب اول شيء راح نحط رغد داخل المويه. لا واو اميزنج، فاجأني الموضوع ده. نحطها هنا، خليها مجرد رد وتحطيها بعدين أول شيء خليها حنلبس القفازات. القفازات. نتلابس. يلا كلكم عندكم طيب رغد ما عندنا؟ وعلى مكانها. ناخذ مكاسة. ناخذ ايش؟ ظهرك. ناخذ أول شيء نحط الدقيق. الدقيق كله تقريبا 3 كاسات. بعدين يا غلا نحط الزيت. طبعا هذا يحفظوه عشان تسوى طيب بعدها الملح. هذا مو ملح، سكر. ما ادري ملح ولا سكر. حطينا بيضة وشوية سكر، شوية مو كثير. خميرة. وبعدين هجوم. يلا كلكم عجنوها يلا. تعالي يلا. انقلع ايش تبي مني؟ خلاص الحين نزيد موية. نحط شوية موية. يلا شوية. طيب يلا. في اختراع. وضع هنا عبيد. ايوه روش على الموضوع. أنا أحب هبوك يا الطفش. الحين وش قاعد اسوي؟ اسولف مع نفسي ولا وش اسوي؟ وهذه شكل العجينة صارت معنا كذا. لما يطلع معنا فوق. القوام ترى والله قاعد نألف ما ندري تطلع صح ولا لا. مو سلايم ترى، مو سلايم. خليها ترتاح لمدة كم؟ 24 ساعة. 24 ساعة. لمدة يا ليل ما في فايدة. في ايش؟ أنت تتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين بنغلفها باللايلون. مو لازم حتى كثير ساعات تقدرون ايش مو لازم اللايلون. غلط. خلاص. ولا عيني فاضي. ورجعنا لكم بعد نص ساعة. نص ساعة. خذي هذا. طبعا الحين نبغى نفردها ايش؟ اللي بيدخل الصينية هذه. طبعا ما عندي مدور انا، وحطينا المربعات. ادهلي انا جت هنا. وحلا. يا بابا افتح الوجه تعال تسوي ذا الحركات بلا داعي. انت اميرة الجميلات. انت اميرة الجميلات. هلا بالدقة والرقة والأنتكة والبنتكة والجمال والكمال والحسب والنسب. اوكي. صرت تغيري من اختك.
والناس ما انت بابا ادعي لنا ان الاكله تطلع تمام وما حد يتسبب، هذا اهم شيء. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة. غلط. زعلانة. مو كذا مو كذا. لقينا موزاريلا، حطينا من الجبن الكاسات العادي. يعني هي بالاخير يعني هبقه ايش؟ هبدأ. حسبي الله ونعم الوكيل هذا اليوم. هبدأ ايش؟ يعني في الاخير هي كذا فجأة، ما بعد ما دهناها الحين نفس اللي قبل شوي. الصباح أنا طبعا هذا الشكل النهائي. وعلى الفرن، وهذا الشكل النهائي. ايش رايكم؟ باين عليها لذيذة مرة، علينا بالعافية. في بعض الأحيان يندم الإنسان على أفعاله ويتراجع عنها ويتوب لربه سبحانه وتعالى ويسلك طريقا آخر غير الطريق الذي سلكه سابقا.